السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. بصوا بقى، الواحد ايه حب يعمل كنتاكي كده. خلاص، اسمعوا كده صوت القرمشة، سامعين؟ احلى قرمشة ممكن تعمليها. بصوا، انا شخصيا بحب اسلق الفراخ. في بتحبوه تعملوها ني، بس انا ما بحبهاش ني بصراحة. فانا هما وركين والله، دول كل الحكاية. بس قطعت الورك 3 وحطيت، بس بتسلقي فراخ عادية جدا. التوابل اللي انت بتحطيها، الورق اللورا والقوطه والملح والفلفل، وبتسيبيها تستوي. اهو هتقولي لي طب ليه يا نونا كده؟ اقول لك احنا بنحبها كده، ما بنحبهاش نيه ومعموله. لا، ما بحبها، احنا ما بنفضلهاش كده، بتبقى النيه جميله، بس احنا بنحبها كده. جربيها بالطريقه دي والله ما هتندمي. خلاص، هي كده استوت خلاص. هروح مطلعاها نشلها في مصفى. لازم تصفي ميتها كويس جدا، شوربتها تبقى ناشفه. اهو بصوا، بس كده نسيبها بقى تتصفى وتعالوا. هي صفت، جبنا طبق فيه دقيق، وهي بيضايه واحده، لانه دول وركين كل الحكايه. حبه ملح وفلفل كده، وهنحط ربع كوبايه لبن. اهو ربع كوبايه لبن، كل الحكايه مش اكتر من كده. وهنركنها كده على جنب. هنجيب الاول الوراك نحطها في الدقيق. وحاولي ما تكتريش الدقيق، ما تكتريش علشان ما ايه الاحمر ده قوطه يا جماعه. عشان ما ترميهوش، بس حرام، الحاجه غاليه يعني. فبناخد كده على قد ما احنا عايزين بس. اهو هنبدرها كويس جدا قوي في الدقيق، وهنركنها على جنب. الواحد زهق بصراحة في الأكل، يعني خلاص ابتدينا نزهق يعني. هتقولي بتعملي وركين بس يا نونا، هقول لك بصي، انا بعمل الأكل على قد الفطار. تاني يوم اعمل غيره، انه احنا صيام، اللي بيفيد ما بيتاكلش والله. يعني لغايه دلوقتي مش عارفه اطبخ، لان انا ولادي مش بيحبوا الخضار في رمضان، هم صايمين. فانا شخصيا بحب والله بالرز سخن كده، هم ما بيرضوش. فتلاقي كل اكلاتنا كده. اعمل بقى امتى الخضار؟ لما اكون انا بقى ايه مع نفسي كده. بصوا، ده بقسماط عليه نشا وعليه فيجيتار بس مش حار. ده البقسماط ده انا بعمل الخلطه دي طبيعي، واشيلها للبانيه وللبفتيك وكل حاجه كويس. ده اللي هو الكريسبي. حطيت عليه معلقتين اهو على البقسماط. مش هنعمله بكله، مش كله كريسبي، لا. انا عايزه بس في حته المحبحبه البسيطه دي. والخلطه دي، ونمسك بقى بالراحه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبتدي ايه نغرقها كده مع بعضينا في الايه في السائل اللي احنا عملناه ده. وهنحطها فين؟ في البقسماط. صفي البيض كويس وحطيها اهو. هتعجبك جدا والله العظيم. هتقولي لي بقى ماكدونالدز، ولا تقولي كنتاكي، ولا بازوكا، ولا الكلام ده كله. فراخ طعمها تحفه. احنا بنحبها كده، وولادي بيحبوها كده، واحفادي بيحبوها كده. ما بيحبوش النيه وانا اقليها. هي مش وحشه، بس هم مش بيحبوها كده. خاصه كلهم بيلعبوا رياضه، فدايما الدكتور يقول اكلوهم اكل صحي مستوي، مستوي كويس جدا. فطبعا النيه دي ما بتستويش كويس. برضو بتبقى مستويه، بس مش زي ما تكون مسلوقه على النار. بكتيريا خرجت منها، كل حاجه. فده صحيا افضل يعني، لكن دي مش وحشه يعني. التانية طبعا جميله يعني. انا ممكن اعمل الجوانح نيه يعني، بالرغم ان انا برضو الجوانح والله بقى لا باخدها نص سلقه، لكن ممكن نعملها نيه برضو عادي. هنعمل بس ده كده وركين، والله والله ما اكتر من وركين، بس هو انا مقطعه على 3 قطع. الورك بيبقى كبير قوي، فانا رحت مقطعه 3 اهو. بنتك بقى كده يعني، انا بعمل بايدي عشان بتك عليها. اهو عشان ناخد الخشن مع الناعم. عايزه تعمليها بكريسبي بس اعمليها، بس انا عملت ده من ده من ده عليه ده يعني. طعمها خطير، جربيها مش هتندمي والله. عملنا الكميه كلها اهي.
هنقلي بقى في زيت غزير. فطبعا ايه، عشان الزيت غالي، فانا عملت في الحله الصغيره عشان احط كميه، هي نفس الكميه اللي انا حطيتها بنحطها في الطاسه بالزيت، لكن حطيتها هنا في حله هي نفس الكميه بس حله صغيره عشان تبقى الكميه غزيره يعني. بصوا عامل ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحفه. ولازم اوعي تطلعيه على مناديل، لو طلعتيه على مناديل هيبرد. لا طلعيه، بصي الكريسبي محبب ازاي، طلعيه على مصفى، في اي مصفى عندك اهو. بصوا بقى، قلت اروق عليهم وهجد حاطط لهم كيس شيبسي كده حواليه، كاتشب وسلطه، كان تحفه، بالفعل كان تحفه. اسمعي القرمشه، سامعه؟ حاجه فخر من الاخر بصراحه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم حبايبي يا رب. ده كاتشب، بوريكم إنه ده كاتشب يعني. مش عايزه اقول لكم بقى احفادي اللي فرحوا بالاكله دي موت، هم عايزين كل يوم الاكل ده. بصوا مستويه من جوه، بصوا عامله ازاي، بصوا بس سخنه والله مش عارفه امسكها، بصوا في منتهى الجمال وبيضه زي الشمع. وهي بقى تنسي تحطي لي لايك، انا ببقى فرحانه جدا بكومنتاتكم، والله العظيم ببقى مبسوطه جدا جدا جدا، برد على كل الكومنتات، ما فيش كومنت ما بردش عليه. كل سنه وانتم طيبين، بحبكم في الله.